أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم إن شاء الله في أحسن حال. توحشتكم بزاف بزاف، الله اللي عالم. شحال هذا صراحة ما شاركت معكم الطلبيات والروتين ديال الخدمة واخر الاشكال، شحال ما شاركت معكم بزاف ديال الحوايج. عذروني البنات، والله حتى انا توحشتكم، البنات اللي كيصيفطوا لي في الخاص وكيصيفطوا لي في الفيسبوك وكيصيفطوا لي في الانستغرام. لهلا خطيكم، الله يطول عمركم، صراحه انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. لهذا قلت غنشارك معكم هاد الكوموند بما ان فيها شكيلات زوينين، نشاركها معكم ولو بخلاصه او بعجاله. المهم ما بقاش غابره عليكم. المهم جيت نطلع لكم بهاد الطلبيه كيف كتشوفوا، كانت فيها 5 ديال البلاطوات بريستيج مخلطين ما بين اللوز والصابلي. بالنسبه للصابلي، البنات اللي جداد رجعوا الفيديوهات القدام، راني حاطاه معكم تقريبا كل فيديو كنت كنعجن معكم الصابلي، عجنه صغيره وعجنه كبيره وكل شيء. هاد الطلبيه درت فيها ربع ديال المارغرين، 2 كيسان ديال الزيت، وكاس ونص ديال سنيده، وواحد المعلقه ديال الجليكوز صافي، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه للنكهه انا خلطت هنا ما بين الليمون والحامض. صافي كنطبع الصابلي ديالي عادي وكنخليه يطيب على نار مهيله باش كيجي هاد اللوين موحد. ما كاين لا نكهات لا بخاليني لا حتى شي حاجه، غير صراحه طياب 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 طياب. كيلعب دور كبير ان الصابلي يجيكم لون موحد ويجيكم بحال هكا، يعني في واحد المذاق بحال الكراميل، ولكن هو صراحه ما فيه لا كراميل لا حتى شي حاجه، غير طياب على حقو طريقو. بالنسبه للشكل اللي داز كيف لاحظتوا راني درت ليه بياض البيض ولصقت فيه اللوز عفوا. كناخد اللوز كنفسخو كنقسم كل واحد على 2، كنخليه حتى كينشف تماما باش ما يرطبش ليا الصابلي من بعد. صافي كنلصقوه ببيض البيض وكندخلوه يطيب، كيطيب مع الصابلي البنات، ماشي حتى كيطيب باش كنفينيوه، كيطيب مع الصابلي وتيخرج هكاك حبه على اختها. هنا عندي اللوز، خديت كيلو ديال اللوز، درت معاه فقط 300 غرام ديال السنيده، ما كنديرش انا نص كيلو البنات، كندير 300 لاني ما كنحملش شي حاجه سميتها الحلاوه. عزيز عليا الحلوه ولكن ما تكونش حلوه بزاف، واللوز راكم عارفين كيجي حلو. خلاص بعض المرات كنزيدوه الناباج من الفوق. دونك انا اكتفيت صافي ب 300 غرام، وزدت معاه 2 معالق ديال الجليكوز. تقدروا ديروا في بلاصتها الكوفيتير ديال المشماش. صافي راه كنخدموا عادي كيف كتعرفوا، كنبقى نزيد ليه ما زهر والزبده، كندوبها حتى كتولي نوازيط باش كتبقى هذيك النسمه ديال الزبده وديال اللوز. ما زدت معاه لا مسكه حاره لا حتى شي حاجه. خدمت تمايا الكعبه درت فيها تقريبا 16 غرام، خدمتها بالبياض البيض من الفوق، يعني كندهنها بشويه ديال البياض البيض وكنطلعها باللوز ايفيلي في يديا. وكذلك عندي تما الساقيه اللي درت فيها النكهه ديال البيستاش كيف كتشاهدوا، وحربلتها حتى هي في اللوز ايفيلي. هنا من بعد ما كيطيب الصابلي كنجمعو كامل في بواطه وغنسد عليه وغادي نخليه حتى غنبغي نبدا الفينيسيون باش نجبد كل شكل على حده. هنا عندي واحد الشكل ديال الورقه اولا اوفال كل شنو كيسميه، هو هذا. من بعد ما تفينا كنخدموا على ورقه وتيكون شويه غليظ باش ما يتهرس لانه غادي يهز مازال ثقل. فكندير ليه هنايا الكراميل بورصالي. غنخلي لكم الوصفه ديالها تحت الفيديو او في صندوق الوصف. كنديروا بكميه شويه كبيره، كندوز بواحد الموس اولا بمعلقه، وكنثبت عليه الكاجو حمرته البنات باش كيعطيني نكهه زوينه مع داك الكراميل بورصالي، شويه ديال الملوحه وشويه ديال الحلاوه والنكهه ديال الكراميل والشكلاط. كيعطي واحد الكوكتيل خطير. بالنسبه للكيلو تقدروا دوزوه حتى 150 درهم للكيلو، لانه صراحه كيستاهل وكيشد اليد. من بعد ما كنثبت مزيان هذاك الكاجو كندوزو في الشكلاط كحل، وتمايا دوزت عليه هذوك الخطيطات بالشوكولاته او شوكولا بالحليب. صافي كيعطيني هذاك الشكل فحال ريالطو. هذا هو الكراميل بورصالي البنات. هنا راه ثقيل لانني كنبقى مخليه فوق البوطه وكنحرك. الا رجعتوا للفيديوهات القدامين يمكن 2019 غادي نتلقاو واحد الكلاص وفيه هذاك الكراميل. يا اما ديروا كراميل بورصالي يا اما ديروا الكراميل ديال النيدو، لكم واسع النظر. صافي البنات هنا راه كنخليه حتى كينشف، وراني كنهز الحبه كتكون مفينيه من البابي كويسون مفينيه، لاني كنهزها وكندوز من تحت منها بالفورشيط عاد باش كنحطها فوق من البابي كويسون. من بعد ان شاء الله ونخدموا معكم وتشوفوه. كذلك عندي هنايا هذا الشكل اللي كيحمقني وكيجي فحال
بحال شي وريضة في هذاك البلاطو، لأنه بنهار مازال غادي نشوفوه إن شاء الله بنهار، وصراحة واخا تشوفوه بنهار ما كيعطيش الصورة، ما كتعطيش الحقيقة ديالو، ما كتعطيش حقه. هنايا غير الصابلي هو اللي وريتكم في الأول، مخدوم شوية غليظ لأنه تا هو غير على حبة ومازال غيتغطس في الشكلاط، وغدار فوق منه هاديك نص قرقاعة، فإلا كان رقيق بزاف غادي غير يتهرس. هنا شوفوا دوزته في الشكلاط ابيض، وكندير فوق منه نص حبه يكون مستي البنات الكركاع، نص حبه ديال الكركاع صافي، وكندوز عليه بالخطوط ديال الشكلاط ابيض، وكندوز ليه هذاك البريو ديال فلاغجونتي، كيعطيه واحد المنظر ما يمكنش. هنا راه الليل، راه شي جوج ديال الليل البنات كنصور معكم، يعني جوج ديال الفجر. وبالنسبه لهاد الشكل كتقدروا دوزوه ب 90 100 درهم حتى ل 110 درهم على حسب شحال خديتو اللوز. الا كنتو غادي تخدموا الصابلي بالزبده سبيسيال، يعني ربعه ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده وجوج حبات ديال البيض. بالنسبه للوصفه الاولى اللي قلت لكم البنات اللي كنخدم بها ديما، راه فيها 4 ديال الحبات ديال البيض. الا كنتو غتخدموه بالزبده سبيسيال راه كيوصل 150 160 درهم للكيلو، لانه كيكون مستي حبه على اختها. وصافي هنايا راه من بعد ما هنا راه كنفيني بالليل حتى نعست الوليدات عا جيت كنفيني. هنايا خديت الباط دامون درت بها هاد الشكل ديال الوريضه، وكنقسمها على جوج، كنلصق كذلك بالتعليكه اللي بغيتو. هنا نفس التعليكه راه درت ليها الحامض والليمون غير باش نعزز هذيك النكهه وما يبقاش كلشي كراميل، يجي شويه ديال الحامض شويه الليمون شويه ديال الكراميل شويه الفاني صافي. وعمرت بها هنايا راه كيتفيكسا البنات، ما كيسيح ما حتى شي حاجه، و ميم طون كيبقى معلك، يعني ما ماشي لا عديتي فيه كتلقيه قاصح، كيكون معلك وزوين. صافي هنا راه عمرت هاد الشكل حتى هو راه كيدوز ب 120 درهم للكيلو، وتقدروا دوزوه بمكتر لانه كيشد اليد بزاف وكيهز حتى اللوز. صافي هنا من بعد ما غنسالي كلشي كيف قلت لكم غادي نجمعو. هنايا اللوز من بعد ما طابت الساقيه عمرتها، خديت اللوز فسختو وحمرته في الفران بلا زيت بلا حتى شي حاجه باش ياخد حقه كامل في الطياب. من بعد ما تحمر فيه رمستو غير بالمدلك، ما دوزتوش في الهاشوار باش ما يخليش ليا الدقيق. صافي هرمسو باش يبقى هكاك حبات غلاض، وزدت عليه الكاجو محمر، وزدت عليه الكركاع صافي، وخلطته بمعلقه ديال الكليكوز مع معلقه ديال الناباج ومعلقه ديال الكراميل. صافي هنا شوفوا كيجي معلك، هذيك الحشوه كتجي معلكه. وزدت عليه المشماش قطعته قطع رقاق، وفي الاخير راني قطعت البنات بالموس، وزدت عليه ورقات ديال الذهب صافي، وكل حبه غنديرها في كوير. بالنسبه لهاد الشكير راه كيدوز ب 170 حتى ل 180 درهم. والحشوه كذلك راني زدت فيها حتى اللوز ايفيلي راه غيبان لكم، غير باش يعطيني هذاك شويه ديال الابيض مع شويه ديال الاورانج مع شويه ديال البني ديال الكاجو هذاك اللوز. المهم هذوك اللوينات انا بقيت غير فيهم. صافي هنا حتى هي غادي نجمعها. وهذا راه الصباح. هنا البنات قبيله وريتكم الكاوكاو محمر لانني بغيت ندير به الشماليه، كانت هي ضمن الكوموند، كانت طالبه لي الاخت 2 كيلو ديال الحلوه ديال الشماليه، فكندير انا البنات نص كيلو ديال الكاوكاو محمر، وكندير معاه كاس ونص ديال الزيت ونص كاس ديال السكر كلاصي. هذه هي الوصفه. الا كنت غنصيفطها لشي مدينه اخرى او لا غادا تسنى كنزيد معاها بيضه، سينون بلاش كنزيد قبيصه ديال الملحه وفاني حسب الذوق. الا بغيتيها ديريها، الا بغيتيهاش بلاش. ما عندنا لا مارغرين لا بيض لا حتى شي حاجه اللي غتخسر لينا النكهه. الا بغيتو زعما اضافه راه تقدروا تزيدوا معاهم واحد الرابعه او لا غير كاس، نص رابعه ديال على حسب الكميه اللي نتوما باغين ديال الزنجلان، حتى هو ينقيوه وحمروه وطحنوه وزيدوا معاه، والدقيق حسب الخليط. وهنايا هذه هي الطوب البنات، ما نكذبش عليكم، هذا ماكارون بلدي بالكوك والكاوكاو. درت فيه 3 ديال البيضات ونص كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده و3 المعالق كبار ديال المربى ديال المشماش وفانيا، تقدروا تعوضوها بالفاني ديال الزهر. صافي هادشي اللي كاين. وكندير معاه نص كيلو ديال الكاوكاو، وكنبقى ندخل في الكوك، كتبقى رطبه بزاف، يعني خليوها كتلصق ويعني وحربلوها هكاك وهي كتلصق. يلا كتعطيكم هاد المكرونه جو كيجي هكايا الشكل ديالها.
وحتى التعليكه راني وريتكم كيفاش ضغطت عليها، كتجي خطيره. كندير عليها لوزه، كندخلها الفران تيكون سخون ما بين لتحت والفوق، كتاخذ 7 ديال الدقائق. دونك ما تخليوهاش بزاف باش تبقى بحال هكا. راه كنقرب لكم ما امكن باش تشوفوا كيفاش كتكون. سمحوا لي عطيتكم الوصفات هكا خفا زربا. الله يرضي عليكم كتبوهم. غير باش انا والله العظيم البنات ولا كيجيني واحد العكز على اليوتيوب، ما يمكنش. ولكن ما بغيتش نخليكم بلاش وغبرت عليكم. بالنسبه للخميره في هذا المكرون كندير فيها خماره واحده. في هذه الكميه اللي عطيتكم ديال نص كيلو ديال الكاكاو، 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده. صافي خماره وحده كيف قلت لكم، فانيا او فاني ديال الزهر. صافي جمعوها دخلوها طيب من التحت تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، والفوق دقيقه حتى 2 ديال الدقائق. خرجوها، راها كتجي خطيره. كدوزوها ما بين 90 100 درهم على حسب الكاوكاو والكوك شحال دايرين. غير الكوك يكون نوعيه جيده، لا ما كانش نوعيه جيده بلا ما تحاولي ديرها لان ما غاداش تصدق. من بعد ما استفت البلاطوات، راه وريتكم التستيفه في الاول ديال الفيديو. جا هذا هو الشكل ديالهم. اللهم لك الحمد، غزالين ومولاتهم غزاله. تستاهل كل الخير الصراحه، ومتتبعه وفيه ديالي، وكنعتبرها اخت ماشي كليانه. الله يكبر بها، ديما مكبره بها. ولو انها في مدينه العيون، فيما كتكون شي حاجه كتكومونديها من عندي، لها يخطيها الله يطول عمرها. هادو هما التصاور خليتهم لكم اللي بغاتهم البنات. اللي وصلت معايا حتى لهنايا تخلي واحد القليب، واللي ما مابونياش تابونا في القناه. ولا يخطيكم الله يطول عمركم. وان شاء الله قريب رجع لكم فيديوهات جداد ووصفات جداد. خليتكم على خير، ولهلا يخطيكم.